في فيديو النهارده هنتكلم عن مشكله بتواجه ناس كتير من بتشتغل في صلصال حراري، ان المج يقع يتكسر ويبقى الشغل عليه سليم وخساره وملزوق طبعا. طب هنخلعه ازاي وازاي نقدر ننقله على مج جديد؟ المجات دي جايه لي من كلاينت من بتوعي. الاوردر ده كان معمولها من فتره طويله، وللاسف المجات اتكسرت وهي جابتها لي علشان خاطر انقلها الشغل على مجات تانية. واللي عايز يشوف طريقه الشغل هتلاقوه يظهر لكم في فيديوهات دلوقتي على جنب، وكمان فيديوهات في المقترحات ان شاء الله تقدروا تتفرجوا عليهم بالتفصيل. بصوا، اول حاجه انا جربت طبعا احاول اخلعه بايدي، لا يمكن. قعدت احاول ازق القطر في الاطراف على قد ما قدرت، مفيش. طبعا انا لازقاه بالايبوكسي. في فيديوهات كمان عن ازاي نلزق الصلصال الحراري حلو جدا واقوى طريقه ازاي. كذا فيديو انا عاملاه، هحاول احطهم لكم برضو يظهروا لكم على جنب، وكمان في فيديوهات المقترحه ان شاء الله. المهم ان انا قررت ان انا اسخنه في الفرن ودخلته الفرن عشان يسخن. ما تخافوش خالص ان انتوا تدخلوه الفرن، انا هنا طلعته من الفرن اهو. طبعا يا جماعه بنشتغل فيه وهو لسه سخن. هنا هتلاقوا حاجات من اللي هي في راسها دي هتتخلع عادي جدا. انا هشيلهم ولما اجي هلزقهم واحده واحده، مفيش اي مشكله. طبعا حاولوا تشتغلوا بشويش على قد ما تقدروا، بحيث ان القطر ما يقطعش من الشغل لان لو دخلتوه في نص الشكل او كده ممكن يقطعه. خلاص. زي ما انتوا شايفين انا هنا بحاول ادخل اهو في الاسد، وبعد كده هجيب قطر تاني رفيع وطويل بحيث ان انا ادخل مساحات اطول شويه. اوكي، انا دخلته على حراره ايه؟ انا دخلته على 135 زي ما انا بسوي الشكل بتاعي عادي، ودخلته يمكن 10 دقايق ولا حاجه، ورحت مطلعه عشان ابدا افكه. خلاص. ما تخافوش خالص، بس طبعا بطريقه التسويه الصح اللي هي اللي احنا بنبقى حاطين في طبق ومغطيينه بفويل علشان خاطر ما يتحرقش او يغمق الوانه من الفرن. خلاص. اللي عايز يعرف برضو طريقه التسويه هحاول احط لكم فيديوهات للتسويه، وابحثوا عنها كمان في القناه، هتلاقوا فيديوهات عندي بالتسويه العملي قدام عينيكم. شايفين الطرطوفه اللي اتقطعت دي؟ يعني هي مش مؤثره قوي، بس طبعا لو هتعمل معاكم ازمه خلوا اي حته تتقطع معاكم عشان تقدروا تلزقوها. بس عشان كده انا بقول لكم حاولوا ان انتوا تسلكوا الشكل بتاعكم بشويش. طبعا الشغل نفسه ما حصلوش حاجه لان التسويه بتاعته كانت سليمه، وعلشان التسويه سليمه برضو وانا بفكه مش هيحصل له حاجه. يعني الشكل مش هيتقطع مش هيتخلع، مجرد اللي هي الحتت الاطراف اللي بيجي فيها القطر هي اللي ممكن تقطعها بالغلط. عشان كده احنا بنحاول نشتغل بشويش. شايفين انا هو بحاول اشيله. طبعا كل ما كان اللزق بتاعنا سهل سوري قوي، كل ما كان الخلع بتاعه صعب. انما اللزق بقى لاي كلام هو ده اللي هتلاقوا الشكل ممكن تحطوا فيه القطر يروح ناطر معاكم. الاوردر ده بقاله فتره طويله عند البنت، يعني اللي يرجع للفيديو بتاع الاسد هيعرف الاوردر بقاله قد ايه. فانا سعيده قوي ان الشغل تمام وحلو. هي مشكله طبعا في المج، عشان كده انا قررت ان انا اغيره. لما نيجي نغير يا جماعه المج نحاول ان احنا نجيب مج يكون نفس الكيرف نفس التشكيله. انا كانت ازمتي ازمه فظيعه ان المجات دي لو انتم ملاحظين انها طويله، والمج الاسد بالذات انا اشتغلت طويل، يعني الديزاين نفسه عملته طويل. يعني اسمه ايه ده، الطاووس حاجته هي موجوده جوه المج، يعني ما تخافوش. الطاووس حجمه طلع على المج، انما الاسد المشكله ان الاسد هيبقى جزء منه كبير بره، وما لقيتش اي مج طويل الا البني دوت. فايه رايكم؟ حلو على البني ولا عشان بني غامق فبني غامق مش باين؟ بصوا انا حسيته لذيذ برضو صراحه، ما عنديش حل غير كده الصراحه. خطوه بقى التانية، لازم ان احنا ننظف كل بواقي اللزق من الشكل بتاعنا. هتلاقوا كده في طبقه من اللزق ماسكه في الشكل، لازم كل دوت يتشال علشان بعد كده لما نحط ايبوكسي جديد يمسك في الشكل نفسه ما يمسكش في طبقه اللزق. خلاص. شيلوها بشويش طبعا عشان القطر ما يبوظ لكمش الشكل. وبعد كده هنبدأ نلزق تاني بالايبوكسي. طبعا اللي ما يعرفش الايبوكسي هي المادة اللي احنا بنلزق بيها الصلصال الحراري على المج، وانا عاملة فيديوهات عن طرق اللزق يعني هارية الدنيا في القناة، بس قلبوا حلو في القناة من قدام كده هتلاقوا فيها كل حاجة. خلاص. يعني في اول القناة. واللي مش عارف حاجة وعاوز عنها فيديو يكتبوا لي في الكومنتات وانا هحط لكم اللينك بتاع الفيديو ردا على الكومنت. خلاص. زي ما انتوا شايفين انا هنا خلصته. هجيب الايبوكسي وهو انبوبتين بخلط منهم قد بعض، وابدا احطهم بقى في الخليط بتاعي في القطعة بتاعتي علشان اثبتها.
خلاص. لو انتم متابعين جداد ومهتمين بالصلصال الحراري فاهلا بيكم في قناتي، جيتوا في المكان الصح. فيديوهات بالهبل بقى يا جماعه، بصوا كل الاساسيات والتكنيكات بتاعه الصلصال الحراري هتلاقوها عندي، بس قلبوا في القناه حلو كده، من يعني مش في الاواخر، في قدام شويه هتلاقوا فيديوهات كتير. واللي محتاج عن حاجه معينه اكتبوا لي زي ما قلت لكم في الكومنتات، وانا هحط لكم لينك الفيديو. خلاص. واتمنى ان القناه ان شاء الله تعجبكم وتنضموا ليها وتشتركوا وتعملوا سبسكرايب، وكمان تعملوا لي لايك عشان تشجعوني. اكتبوا لي في الكومنتات لو انتم متابعين جداد بتابعوني من اي بلد وعرفتوا قناتي منين. خلاص. وطبعا المتابعين القدامى بقى بتوعي عايزه اللايك الحلوه كده، عايزه اشوف الناس بتوع الصلصال الحراري فين، انتوا اختفيتوا خالص، وانا عارفه برضو ان انا قصرت في فيديوهات الصلصال الحراري، فشجعوني كده وعملوا لي كومنت ولايك علشان الفيديو الناس تشوفه. وكمان تعالوا نرجع نشوف المج بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا خلطت هنا الايبوكسي، وطبعا لازم تاخدوا بالكم ان الايبوكسي بينشف بسرعه، ونبدا نوزعه على الشكل بتاعنا. نسيت اقول لكم بقى حاجه مهمه قوي، مهم جدا ان انتوا تخلوا المج بتاعكم، تختاروا مج يبقى نفس الكيرف، ما يبقاش واحد مثلا لافف على ضيق واحد لافف على واسع، رغم ان ممكن المشكله دي تتحل لو الشكل بتاعكم لسه طالع من الفرن، فهيبقى فيه مرونة، فهياخد شكل الكيرف بتاعكم. اوكي، يعني لو المج اللي انتوا شغالين فيه ده رفيع وهتحطه على تخين، عادي جدا هيلف وياخد التقويصة. ليه؟ لان احنا هنحط عليه سولوتيب او تيب حسب ما انتوا بتسموه. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت فيه لزق. الحاجه بقى اللي نسيت اقولها لكم، ان يا ريت المج ما يكونش عليه ملمس زي الكور اللي موجوده في المج ده. الافضل طبعا ان المج يكون نفس ملمس المج اللي انتوا اساسا شلتوا من عليه الشكل. بس زي ما قلت لكم ان انا مضطريه علشان حجم الاسد، بس انا حطيت كميه ايبوكسي حلوه، وكمان اللزق اللي انا بعمله ده، يعني انتوا لو حاطين الشكل بتاعكم يمكن 3 لزقات ولا حاجه ويبقى كفايه على الشكل. لو المج ملساء ما فيهوش الكور اللي بارزه دي، بس انا علشان خايفه من الكور دي فانا مش هسيب حته في الاسد ما تتلزقش بالسولوتيب. بنشد جامد قوي على الشكل بتاعنا ونثبته عشان ولا يطلع ولا ينزل ولا يتحرك، ويبقى كل الاسد مضغوط عليه قوي بحيث ان هو يمسك حلو قوي، حتى بقى لو ملمس المج عامل ازاي. شايفين انا جبسته، يعني انا مش حطيت سولوتيب، انا جبسته. وهنا بقى بعد ما كان نشف شلت من عليه السولوتيب كله، وهتلاقوه نشف وبقى حلو جدا جدا، واقدر بقى اسلمه للكلاينت بتاعتي التاني. وانا سعيده جدا ان هما بيبقوا محافظين على الشكل وحابين ان الشكل يفضل معاهم. يا رب يكون عجبكم. تنسوش تتفرجوا على فيديو الاسد كمان هيعجبكم جدا، واستنوني في فيديوهات جديده كتير ان شاء الله. شجعوني في الكومنتات وقولوا لي ان انتم متابعين الصلصال الحراري وان انتم محتاجين مني فيديوهات اكتر.